نقدم نبذة عن كتاب الفكر السيميوتيقي في أعمال الفنان عادل عبد الرحمن، دراسة تحليلية نقدية للناقد الأستاذ الدكتور إسماعيل صيام. اسمحوا لي أولا أن أقدم الفنان عادل عبد الرحمن، فهو من مواليد القاهرة 1958، أستاذ ورئيس قسم التصميم كلية التربية الفنية جامعة حلوان، وكيل نقابة الفنانين التشكيليين، والقائم بأعمال نقيب التشكيليين بمصر، رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة سابقا، رئيس الأكاديمية المصرية للفنون الحديثة، عضو بالأكاديمية الأوروبية للعلوم الطبيعية بهانوفر ألمانيا، مستشار الفنون والمسابقات بالمجلس القومي لذوي الإعاقة، دكتوراه من أكاديمية الفنون الجميلة بميونخ ألمانيا مع جامعة حلوان، دراسات ما بعد الدكتوراه من أكاديمية الفنون الجميلة بميونخ ألمانيا. تناولت هنا بعض المعلومات القليلة جدا عن أستاذ دكتور عادل عبد الرحمن. اسمحوا لي أن أقدم هنا الرؤية الفنية للفنان عادل عبد الرحمن. فمنذ أن بدأ الفنان في استخدامه للفكر السيميوتيقي في أعماله الفنية، وجد نفسه مطالبا بتجديد خصائص فن يحقق هويته من خلال مراوغة التقاليد والأفكار المعلبة وكسرها. لذلك تجد أن الفكر السيميوتيقي في أعماله يحمل حالة من التوجه الفكري، يسعى دائما إلى امتلاك رؤية جديدة لأسس الفكر الفني وقواعده، وبالتالي أفكاره تتميز بخاصية الوعي بضرورة تجاوز المفهوم التقليدي في الفن لتحقيق الإدراك بالأسس المتجددة من خلال رؤية تسعى إلى جوهر العمل لتحقيق خصائص وقيم فنية من شأنها أن تتخطى تأثير الاختلاف بين العمل الفني والمتلقي. الفكر الفلسفي في نظام العلامات السيميوتيقية في أعمال الفنان عادل عبد الرحمن، في طباعتها ترتكز أساساً على حقيقة إن عناصره تختلف عما تبدو عليه طبيعتها المرئية، فهذه الطبيعة تخضعها لقوانين فكرية وأنظمة محددة تقنن رؤيته داخل العمل الفني وتساعد على تفسيرها. العلامة المرئية في أعمال الفنان تعتبر الوجه الآخر لأوليات الإدراك الحسي، ولذا لا يمكن تصور العملية السيميوتيقية في أعمال عادل عبد الرحمن مفصولة عن الإدراك الذاتي والإدراك الحسي. فالعلامة في لوحاته هي أداة تحيل إلى موضوع عبر رمز في حركة الصيرورة، وهذا ما يطلق عليه سيميوز، أي الفكر السيميوتيقي للتدليل أو الفكر الرمزي الذي يقود إلى إنتاج دلالة داخل العمل الفني يتم تداولها. سيميوز هي العملية المسؤولة على إقامة العلاقة السيميوتيقية الرابطة بين العلامة والموضوع عبر وسيط رمزي، وبالتالي إن السيميوز هو الصيرورة يستغل من خلالها علامة تستدعي استيعاب الشكل المادي من خلال 3 مستويات: الرؤية البصرية، وما يتكون في ذهن الفنان، وما يتجلى من خلال العمل الفني. هنا أود أن أشير إلى أن السيميوتيقيا هو علم معرفة العلامات، حيث تركز أساساً على إدراك المفاهيم في إنتاج منطق ونقد من نوع جديد. يرى أن المفاهيم التي تشكل بدورها علامات لا تعبر عن الأشياء فقط، وإنما تحيل على الأفكار في صيرورة مستديمة، أي دراسة كل ما يمكنه أن ينقل معنى ما من المعاني. كلمة سيميوتيقيا مشتقة من الأصل اليوناني سيميولوجيس. من الناحية التركيبية فهي تتكون من مفردتين: الأولى سيميو
التي تعني علامة، والثانية لوجس وتفيد معنى العلم أو المعرفة، أي أن السيميوتيقيا هو علم العلامات ذات الدلالات المعرفية، وهي كمصطلح يستخدم للإشارة إلى الدراسات التي تتخذ توجها فلسفيا خاصا للعلامات ودلالاتها المعنوية بصورة أكبر. إذن السيميوتيقيا علم يدرس العلامة ومنظومتها، أي اللغات الطبيعية والاصطناعية أيضا، ويدرس أيضا الخصائص التي تمتاز بها علاقة العلامة بمدلولها. نستعرض المراحل الفنية المتعددة في أعمال الفنان عادل عبد الرحمن، وفي كل مرحلة كان له بصمة في مفرداته التشكيلية واستخدامه لأدواته الفنية التي دائما تميزه. أود أذكر على سبيل التذكرة الفنان سجل الكثير من البرامج التلفزيونية في مصر ودول أخرى عربية وأوروبية. من أهم ما سجله الفنان في الفترة الأخيرة برنامج لمسة وفاء على شاشة القناة الفضائية المصرية الثانية، إعداد وتقديم الإعلامية داليا غرس الدين، وإخراج أحمد أبو اليزيد. وأشار الفنان أن هذه البرامج تعتبر أفضل ما قدمت، وأعتز بها جدا على مساحة جزئين قدمت الكثير من أعمالي وأسلوبي الفني ومراحلي الفنية على مدار السنوات. وآخر برنامج كان الأربعاء 1 مارس 23، برنامج ملامح، الإعداد الإعلامي ناصر عبد العزيز، إخراج أسامة غريب، القناة الثانية بالتلفزيون المصري. نستعرض المراحل الفنية في حياة الفنان عادل عبد الرحمن، فهو مر ب5 مراحل فنية في حياته. المرحلة الأولى الفنية في حياة الفنان أثناء فترة الدراسة بكلية التربية الفنية جامعة حلوان 78 إلى 82، وهي مراحل التباين والصراع اللوني بين اللونين الأبيض والأسود، صياغة في تكوينات جمالية. كانت بداية طريق طويل، شعر كأنه يقوم بثورة داخلية ضد الأفكار التقليدية ويقدم لنا وجبة طازجة، وحاول في ذلك الوقت طرح أفكار جديدة ورؤى جديدة من خلال أعمال تجريدية يحكمها لونين في حالة صراع دائم، الأبيض والأسود، من يستطيع منهما أن ينتصر على الآخر، بل ومن يستطيع منهما أن يطرد الآخر من اللوحة. لم يتوقف الصراع بينهما إلا حين أيقن الاثنين معا أن كل منهما يكمل الآخر. غاص الفنان بالصدق في هذه المرحلة وأكد على العلاقات الوثيقة بين اللونين، فكان هناك شيء سحري يحرك داخلنا أعمق الأحاسيس والمشاعر. المرحلة الثانية الفنية في حياة الفنان عادل عبد الرحمن بدأت 1982 وانتهت إلى 1990. سميتها المرحلة الشطرنجية، أي لعبة الشطرنج، فقد اتسمت بالتكوينات المتحركة، وكأن الحصان رمز لشيء ما في هذه المرحلة. الجواد يعني السرعة والكبرياء والجموح والوداعة والقوة والسباق. اختيار الفنان للحصان، وأشار في كل لوحاته على جماليات الجواد ونسبه، وخاصة الحصان العربي الممشوق الذي يحمل كثير من الكبرياء. حرك كثيرا بقانونه الخاص غير مرتبط بقانون لعبة الشطرنج، إنها مرحلة التحدي في زمن لا يتوقف. الصيغة التي سكنت بداخل الفنان عادل عبد الرحمن في هذه المرحلة جعلته أكثر شفافية وأرهف حسا. أعماله الفنية في هذه المرحلة كانت تميل إلى التسطيح النسبي. الفنان اهتم بالخط كمصدر أساسي للعمل عكس المرحلة السابقة، ولكنه لم يغفل مطلقا اهتمامه بالمساحات والإيقاع والتناغم والتباين والأسس التكوينية. ونلحظ هنا أن الفنان لم يهتم بالبعد الثالث، فاستخدم المساحات والخطوط لتحديد عناصره الفنية. إنها حالة لا شعورية انتابت الفنان في هذه المرحلة، تلمح عن أشياء ما بداخله فعبر عنها وكأنه سرد قصصي أو حدوتة
حدثت في زمانه. أطلق قدماء المصريين على الحصان آمون يمنح القوة، وأيضا تطلق على الخيل في النصوص القبطية حتو. نستخلص من ذلك أن الجواد رمز القوة والتحدي لهذه الأعمال التي جاءت تجسيد لصرخة ما، فتشعر أن الغموض فرض جناحه على الجو العام في أعماله في هذه المرحلة بصورة واضحة، لعلها بداية التحدي دخول مرحلة فنية جديدة. المرحلة الثالثة الفنية بدأت في ألمانيا عام 91 إلى 93 ميلادية، حيث حياة مختلفة تماما عن الفترة السابقة. بدأ الفنان عادل عبد الرحمن في عام 91 فكرة الإسقاط الضوئي على العناصر المسمى بأسلوب باوهاوس. استخدم هذا الأسلوب على الطبيعة الصامتة، وفي عام 92 غير طبيعة العمل واحتفظ بالأسلوب على العناصر الشعبية من التراث المصري. باوهاوس مصطلح فني يشير إلى مدرسة فنية نشأت في ألمانيا، مهمتها الدمج بين الحرفة والفنون التشكيلية. تأسست في مدينة فايمر الألمانية 1919. كان لها تأثير كبير على الفن والهندسة المعمارية والجرافيك، ويعتبر أسلوب الباوهاوس أكثر تيارات الفن تأثيراً في الهندسة والتصميم في الفن المعاصر. عمل الفنان كثيراً من الأعمال الفنية خلال تواجده في ألمانيا، ونقل هذا الفكر إلى مصر. يعتبر أسلوب الباوهاوس أكثر تيارات الفن تأثيراً في الهندسة والتصميم في الفن المعاصر. عمل الفنان كثيراً من الأعمال الفنية خلال تواجده في ألمانيا، ونقل هذا الفكر إلى مصر، وكان له طلاب كثيرون تعلموا منه هذا الفن الحديث الذي كان لا يعرفه الكثير من الفنانين المصريين في ذلك الوقت. وفي عام 93 كان قمة الإبداع في جماليات زهرة اللوتس. جاء العمل بناؤه على إدراك أسس التصميم والتنوع في تحليل زهرة اللوتس، وهي الأكثر شيوعاً عند قدماء المصريين، التي كانت مقدسة طبقاً لمعتقداتهم، وأن مولد إله الشمس في البدء كان في زهرة اللوتس التي خرجت من البحر نون عند نشأة العالم. كما أن زهرة اللوتس النبات الوحيد الذي ينظم حرارته الداخلية ليبقى في حدود 35 درجة، يمكن أن تعيش بذور اللوتس إلى 5000 عام بدون ماء. وهنا كان للفنان زمنين: الزمن المؤقت والزمن الأبدي. الزمن الأبدي هو زمن اللوحة، والزمن المؤقت هو زمن عين المتلقي التي تحاول أن تفك شفرة العمل الفني. اختيار الفنان عادل عبد الرحمن زهرة اللوتس وتحليلها وإعادة صياغتها بأكثر من شكل، ربما ليس فقط لقدسيتها عند قدماء المصريين وشكلها الجمالي، ولكنها أيضا رمزا للصبر والجمال. فأبدع الفنان في جماليات التصميم، ولعبت مرونة ورشاقة الخط الدور الرئيسي في جماليات العمل بخطوط متوازنة ومتناغمة. واستخدم أيضا الفنان الفن الإسلامي وفكرة توزيع الوحدات برؤية هندسية بحسابات دقيقة، ولمست بعض اللوحات فن خداع البصر الأوب آرت، ولكني أطلق عليه في أعمال الفنان عادل عبد الرحمن كاينيتيك آرت. هنا فلسفة أجادت التنوع وتطويعه لخدمة مضمون العمل الفني، فتشعر أن العناصر تتحرك ولكنها ولكن حركتها تظل محكومة داخل إطار، تتحرك داخل زمنها الخاص الذي صنعه الفنان لها، فتظل مع هذا الزمن. أعمال الفنان عادل عبد الرحمن تحمل الزمن الأبدي. المرحلة الرابعة الفنية من حياة الفنان عادل عبد الرحمن في دولة ألمانيا 97، أي 1997. جماليات الفن الشعبي. العناصر في التراث المصري صامتة، ورغم ذلك العمل الفني يعطي فرصة للعين أن تتوقف وتتحرك وتتأمل. فقد استطاع الفنان عادل عبد الرحمن أن يوزع عناصره الشعبية داخل اللوحة بشكل رائع، مما أحدث نوعا من التوازن وضبط الإيقاع في صياغة جمالية داخل العمل الفني.
استخدم في أعماله فن الشفتشي في الإكسسوار الشعبي بأنواعه المختلفة في لمسات خفيفة على خلفيات بألوان ناعمة تحمل سمة دلالاته الخاصة، ولم يتجاهل دور المتلقي في أي عمل، فترك له حرية اكتشاف الدلالات الجديدة قد لا يقصدها هو بنفسه. هو دائما يطلق كلمة ذات مغزى، إن الفنان بدون متلقي ليس لفنه قيمة. الفنان في هذه المرحلة لم يكتفي فقط بإبراز عنصر الفن الشعبي ككتلة متماسكة قوية الملامح، ولكن أوضح علاقتها بالضوء، بل أجاد صياغة المفردات التشكيلية من مساحة وعنصر ولون استخدمه الفنان في إبراز القيمة الجمالية للعنصر، وجاءت في معظم لوحات وضربات الفرشاة في الخلفية تنم عن إيقاع لوني متناغم لا يوجد به أي نوع من التشويش على عين المتلقي، مجموعات لونية منحتنا الإحساس بالدفء. المرحلة الخامسة والأخيرة الفنية من حياة الفنان عادل عبد الرحمن من 2002 إلى 2004 تحت اسم حروفيات، وعرضت في أتيليه القاهرة في ذلك الوقت، ونالت إشادات كثيرة من فنانين وإعلاميين. سلسلة أعمال تسبيحات لفظ الجلالة، أعمال مدهشة التكوين في صورها المختلفة، وغزارة استخدام لفظ الجلالة في تكوينات برؤية وصياغة بصرية مبدعة، وتطويعه بشكل جمالي ليخدم الفكرة. تشعر بالتطور في أسلوب الفنان أثقلته الخبرات، فزادت قدراته على التركيز ليخرج عمل فني من نوع خاص. الدائرة كانت في بعض اللوحات هي المساحة المتداولة على صدر اللوحة. الدائرة هنا تعطي معنى لدلالة الاكتمال للعين التي تسمح فيه بإسقاط الضوء في رؤية جمالية. في 2004 جاء دور الحرف العربي، فظهرت عبقرية الفنان عادل عبد الرحمن في رشاقة خطوطه التي ظهرت بشكل واضح في أناقة تشكيلية للحرف العربي بنفس الأسلوب الذي يتمتع به الفنان، والتي توحي أيضا به شخصيته في الحياة. اعتمد في هذا العمل على المثلث الذي يرمز إلى التوازن. جاءت هنا تلقائية استخدام اللون الذي يموج داخل الحروف بحرفية عالية. الفنان هنا في هذه المرحلة الفنية يخاطب المتلقي بسهولة شديدة جدا، فخطوط ألوانه قادرة على توصيل أفكاره بسهولة ويسر، فهو يستخدم أدوات متحررة وملهمة في كل رسوماته في هذه المجموعة، والتي يستلهمها من جماليات حرف الخط العربي وإبداعاته، ويصيغ العمل الفني بتكنيك ورؤية مختلفة في قانون التشابك الذي أبدعه الفنان. فجاء بناء اللوحات تتحرك فيها العناصر بطريقة تتشابك فيها الحروف وتتحرك على المسطح اللوني وتصطدم بعضها ببعض لتكون مضمونا للعمل الفني يحفر على جدار وجدان المتلقي إبداعا. وما زال الإبداع مستمرا إلى الآن مع الفنان المتميز الدكتور عادل عبد الرحمن. ومن هنا يمكننا أن نشير بأن الفكر الذي يبني عليه الفنان عادل عبد الرحمن رؤيته الفلسفية يعتمد على التميز بين الرمز والعلامة في الفكر السيموتيقي في أعماله الفنية، الذي يدلل فيه على أن المعاني في أعماله ليست واحدة وتختلف من علامة لأخرى ومن رمز لآخر، وأن أشكال وجود هذه الدلالات والمعاني لا يمكن أن تكون مفصولة عن الصيرورة المولدة لها. فالصيغة البصرية في أعمال الفنان عادل عبد الرحمن كأيقونات رمزية تستند إلى إجراء استدلالي يتخذ من التجاور والتشابه والتناظر منطقا له، وهذه نقطة في غاية الأهمية، لأن في بعض أعمال الفنان يوجد تجاور وتشابه وتناظر لعناصره، ولكنه يجردها من سياقها الطبيعي ويقوم بتوظيفها بصورة مختلفة، والفكر السيموتيقي أجاز ذلك على أنه إجراء استدلالي يتخذ من ذلك منطقا له. في النهاية أشير إلى أن هذا الكتاب اشترك في أكثر من مسابقة دولية، وكان آخرها مسابقة الشيخ زايد آل نهيان
في دولة الإمارات. وهذا الكتاب الطبعة الثانية ستترجم إلى اللغة الألمانية والإنجليزية. وأرى أن جميع أعمال الفنان عادل عبد الرحمن ترتبط بعلاقات حميمية بين رؤيته الفنية وأسلوب تنفيذ لوحاته. إنها علاقة خاصة يمكن من خلالها استكشاف آليات معقدة أحيانا وانسيابية في آن آخر. أرى نموذج حواري قائم، وهو شأن الفن والإبداع والغموض والإثارة ليستمتع بها المتلقي. بالتأكيد هما وجهان ثقافيان، لأن كل عمل فني هو بناء متحرك له وجهان: وجه ظاهر يمكن للناظر رؤيته، ووجه باطن وهو مضمون يغرق المتلقي للتعمق في التفكير والتأمل من خلال الخامات التي يستخدمها والعناصر الفنية الذي اعتمدها لتلك القدرة الإبداعية والانفعالية. فلا يقوم أي عمل فني إلا عندما يوضع في قالب منظم.